عبد اللطيف، يعطيك العافيه عبد اللطيف. نقول لك مبروك اليوم. بسألك نفس السؤال اللي سألته خالد، لكن عكس. اليوم الهلال في الشوط الثاني كان افضل من الشوط الاول. الحمد لله والشكر. مباراة اليوم كانت مفتوحة من الفريقين. أعتقد نجوم المباراة كانوا حراس المرمى، صدوا العديد من الفرص سواء لنا أو علينا. يمكن زي ما قلت الشوط الأول ما كان عنده التركيز في انهاء الهجمة، وأيضا انتشارنا كنا نخسر الكور اللي علينا، الكور اللي لنا دائم في الكرة الثابتة من الكورنر أي كرة ثابتة لنا كانت خطرة علينا ترجع مرتدة. يمكن حصلت فرصتين في الشوط الأول نادي النصر، بين الشوطين نبهنا المدرب على النقطة هذه والحمد لله كنا حاضرين في الشوط الثاني. أتكلم عن عبد اللطيف الغنام، دائما إذا لعب بالحالة بالمحور يتعب كثير. اليوم شاهدنا مساندة من خط الوسط، سالم، نواف لما نزل. ما قصروا الشباب، أعتقد يعني ما الجميع ما ظهر يعني بالمستوى المأمول، عندنا أفضل من كذا، لكن إن شاء الله في قادم من الأيام. ضغط المباراة، نتكلم عن الدوري وعن الأسيوية، أثر على مستواكم؟ أكيد لما تلعب كل 3 أيام أو 4، لما تلعب 3 أيام أو 4 أيام، كل 3 أيام أو 4 أيام مباراة، أكيد راح يكون في إرهاق على اللاعبين، لكن إن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله. سعد يقول عجل علينا، ايش رايك في سعد اليوم؟ يعطيه العافية، يا ليت أسجلها. يعطيك العافية. من عبد